النهارده هنعمل معاكم الفايش بطريقه جديده وسريعه، مش هنربي له خميره ولا حاجه. انا عندي كوبايتين لبن قطعوا عندي، فانا هبتدي احط لهم بس احط معلقتين سكر كبار، وانا هعمل 2 كيلو دقيق، فهحط برضو معلقتين خميره كبيره، واقلبهم حلو وهسيبهم يعني كده 10 دقايق ربع ساعه بحيث يخمروا، وبعد كده هحط عليهم شويه دقيق. هنشوف بقى التفاصيل مع بعض. انا هقلبهم حلو مع بعض واغطيهم وهسيبهم يعني 10 دقايق او ربع ساعه. اول ما الاقيهم كده ابتدوا يخمروا هبتدي احط كوبايه دقيق معاهم واسيبهم تاني يخمروا نص ساعه. انا هسيبهم يخمروا وهرجع لهم ونشوف بقى هنحط الدقيق عليهم ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انتوا شايفين الخميره هي ابتدت تشتغل عامله زي فقاقيع كده على الوش، يبقى كده هي تمام. هنبتدي بقى عندنا هنا كوبايه دقيق هنخلها عليهم، وبرده هربي الخميره كده تاني وهسيبها بقى المره دي نص ساعه بحيث انها تخمر حلو. بقى هقلبها كده حلو وهسيبها نص ساعه وبعد كده هرجع لكم تاني. بس انا برضو دلوقتي هحضر معاكم اللبن اللي انا هستخدمه. هغطيها، واللبن بقى هنا هحط له كوبايه سكر. دول كيلو ونص، واللي انا عجنت بيهم الاول دول اللي ربيت عليهم الخميره نص، يعني حوالي دول 2 كيلو لبن بالظبط. واللبن يبقى دافي ما يبقاش سخن. هبتدي احط بقى كده كوبايه سكر، احطها على اللبن اللي عندي. يعني انا كده يعتبر هعجنه يعني كله باللبن، لو احتاج ميه بسيطه هحط. وعندي هنا انا جايبه ده محلب طحناه، وده كركم. هحط بقى معلقه كبيره من المحلب ده، طبعا بيديله ريحه حلوه جدا. وهحط بقى الكركم ده بحسب الرغبه، انا هحط معلقتين كبار، واللي بيحب لونه اصفر زياده ممكن يزود. انا هقلب واشوف اللون ايه اخباره. ولسه في ما دابش كله، هندوبه حلو. وانا هعمل زي ما قلت لكم 2 كيلو دقيق، يعني خدت منهم كوبايه وحطيتها مع اللي ربيت بيها الخميره، وادي يعني كده 2 كيلو و2 كيلو لبن. يبقى هو المقادير بتاعتي 2 كيلو لبن و2 كيلو دقيق، وحطيت كوبايه واحده سكر لان انا هعمله ممكن نستخدمه بقى، يعني ناكل معاه جبنه وحاجات زي كده، مش هعمله مسكر قوي. حطيت له كوبايه سكر واحده بس. وحطينا معلقه كبيره محلب، طبعا ده بنجيبه من العطار وبنطحنه حلو في الكبه. والكركم حطيت معلقتين كبار. هو زي ما انتم شايفين كده الكركم اداله اللون الاصفر، انا عايزاه كده. هحط برده كوبايه سمنه واحده بس على اساس ما يبقاش تقيل يعني وكده، وممكن ناكله في اي وقت. انا هدوبهم وهسيبهم بقى لغايه ما نص ساعه، وهرجع لكم تاني بقى نشوف نكمل مع بعض طريقه الفايش، وباذن الله هيطلع ناجح وحلو. وكل سنه وانتم طيبين. احطها تاني مره. هبتدي بقى هضيف عليها الدقيق بتاعي وبقيه المكونات. هنشوف بالتفصيل. طبعا الدقيق برده هنخله. هما 2 كيلو زي ما قلت لكم، حط لهم 2 كيلو لبن وكوبايه سمنه واحده. هنبتدي ننخل بقى كميه الدقيق كلها كده. وعندي هنا هحط برضو بيكنج باودر، هحط معلقتين صغيرين دي عشان يساعدوا برضو الخميره، عشان احنا الجو شتا شويه. ده هيطلع زي الفايش اللي احنا بنشتريه من الفرن كده، مش بخميره الحمص. لو حبيتوا بقى يعني في التعليقات تكتبوا لي لو عايزين الفايش بتاع خميره الحمص، ممكن نعمله مع بعض برضو. هبتدي اقلب بقى الدقيق مع الخميره بتاعتي الاول كده
وبعد كده هبتدي اضيف اللبن اللي انا حطيت له زي ما قلت لكم. حطيت معلقتين من الكركم ومعلقه واحده من المحلب عشان يديله ريحه، وطبعا الكركم بيديله لون حلو. هنبتدي بقى نضيف اللبن بالتدريج، مش هنحطه كله مره واحده. هنحط نص الكميه الاول ونعجن ونشوف بقى مع بعض. زي ما قلت لكم برده انا حطيت معاه كوبايه سكر واحده بس، عشان ممكن ناكل بيه جبنه او حاجه زي ما، لان هنا بعد كده هنحمصه. تمام. هنقلب بقى شويه اللبن اللي فاضلين بالكركم، لان الكركم من تحت اهو لسه ايه، عشان يديني اللون بتاع الاصفر الحلو كده. وزي ما قلت لكم ما يبقاش يعني سخن، يبقى دافي حلو، لا يبقى سخن قوي ولا بارد قوي، عشان يساعد الخميره يبقى دافي. وبرده السمنه انا يا دوبك مدفيها مش مسخناها، يعني مش قدحاها. هحط السمنه بقى في الاخر خالص. نعجنه حلو لغايه ما الدقيق يختفي خالص مع اللبن. يعني كده انا عجناه كله باللبن، ما حطيتش زي ما انتم شايفين ميه خالص، وغالبا مش هيحتاج ميه، لان هي كده هم المقادير بتاعتي مظبوطه خالص معايا. هنبتدي بقى نضيف السمنه بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. الدقيق معظمه اختفى كده مع اللبن، وانا عايزه العجينه ما تبقاش ناشفه قوي، انا عايزاها كده. لسه بقى هنضيف كمان عليها السمنه، هتبقى يعني باذن الله بيدي نتيجه حلوه قوي كده. المقادير دي كمان حلوه، انا جربتها على فكره قبل كده وطلع حلو جدا وهش. هنبتدي بقى نضيف السمنه. ده كوبايه سمنه زي ما قلت لكم، هي كوبايه سمنه واحده بس، واللي عايز يحط ممكن كوبايه ونص براحته يعني، بس انا حطيت كوبايه واحده بس. هنبتدي نضيف بالتدريج، نحط نص الكميه في الاول ونعجنها بقى كده حلو. العجينه بتاعتي يعني صراحه طريه وناعمه حلوه اهي. كمان السمنه هتديها نعوميه اكتر، وهنشوف شكل العجينه في الاخر عامله ازاي. شايفين العجينه؟ بصوا معايا طريه خالص. هو ده بقى اللي انا عايزاه، مش عايزاها تبقى ناشفه خالص كده، عشان يطلع الفيش معايا هش كده وحلو. انا هضيف بقيه كميه السمنه، وبرده لازم اعجنها كده حلو عشان يديني بقى النتيجه اللي انا عايزاها. زي ما انتم شايفين كده اهي. لسه هحط برده السمنه كده تاني واعجن تاني. كل ما اعجنها كده حلو، يعني تتملك العجينه كده حلو، تديني نتيجه افضل طبعا. انا هكمل عجن كده، هعجنها حوالي 5 دقايق وهغطيها، ولما تخمر هنرجع بقى نشوف نقطعها مع بعض، ونشوف بقى بقيه التفاصيل مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو العجينه عندي ضاعف حجمها. وانا هنا جبت الصاج بتاعي اللي هبتدي بقى اقطع فيه الفايش بتاعي، دهنته بسمنه. وطبعا اول حاجه هعملها ايديا عشان ما العجين ما يلزقش فيها، بس هعملها كده اهو، الاطراف كده اعملها بسمنه، عشان ايه لما ابتدي اقطع العجين زي ما انتم شايفين كده اهو حجمها اتضاعف. هنبتدي بقى نقطع بقى التقطيع ده بقى ايه حسب زي ما انت عايزه، بس انا هقطعها كبير عشان ايه اما اجي احمص تبقى صوابع الفايش بتاعتي طويله وحلوه يعني. هقعد بقى اعمل العجينه كده، وابتدي بقى احطها في الصاج وافردها شويه كده، بحيث تبقى الشكل بتاعها مدور كده. هقطع معاكم واحده كمان. نقعد نعملها كده لغايه ايه ما ندخل كده العجين، هتبقى زي الكره اهي. كل واحد بيعمل بقى الحجم اللي هو عايزه، بس الحجم ده كويس اهو.
هنعمل واحده كمان جنبيها، بايدينا كده نحط سمنه على الوش كده على الفطيره من على الوش. هنبتدي هكمل بقى بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده هون، على قد ما نقدر نعملها مستديره. وهكمل بقى الكميه كلها وهسيبها برضو تخمر تاني، يعني ممكن بنسيبها من نص ساعه لساعه حسب يعني ايه. اما تعلى شويه نبتدي بقى تبقى الفرن سخنه برضو، بس هنسويها على درجه حراره 200 درجه مئويه. ويعني تاخد بقى زي ما تاخد ربع ساعه تلت ساعه حسب يعني. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. كده عندي الصاج بتاعي زي ما انتم شايفين خمر. يبقى انا كده هو مسخنه الفرن على درجه 200. هحطه ولما يستوي هنشوفه بقى مع بعض. بعد ما يستوي باذن الله هنسيبه برضو يتهوى شويه كده، ونبتدي نقطعه قطع رفيعه عشان نحمصه بعد كده. واللي بيحب ياكله طري كده طبعا يبقى جميل برضو، يتاكل بيه جبنه بيض اي حاجه. ودي تبقى حاجه طبعا حلوه ان احنا عاملينها في البيت، وعاملينها احنا في بالمكونات، حاطين لها السمنه اللي يعني كل واحد يحط السمنه اللي متاحه عنده، والدقيق برضو يبقى يعني رخيص. الحاجات دي طبعا بتتباع في الفرن غاليه جدا، لما تعمليها في البيت هتوفري وتعملي حاجه كويسه لاولادك وينبسطوا منها. هرجع لكم بقى باذن الله لما اطلعه من الفرن ونشوف النتيجه النهائيه مع بعض. زي ما انتم شايفين دي النتيجه النهائيه بقى للفايش بتاعي. هو طبعا ده سريع غير اللي هو بنعمله بخميره الحمص. ده طبعا مش بنعمل اللي هو خميره الحمص زي ما قلت لكم، بس شايفين النتيجه بتاعته حلوه ازاي. انا طبعا هسيبه يتهوى، هطلعه كده من الصاج زي ما انتم شايفين السوا بتاعه. ههويه وبعد كده بقى استنى ما يتهوى خالص واقطعه بقى رفيع خالص كده واحمصه ونستخدمه بقى ممكن مع كوبايه شاي بلبن الصبح، عايزه تاكلي معاه جبنه زي ما انت عايزه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. ولو فيكم حد عايز طريقه اللي هو الفايش اللي هو بتاع خميره الحمص برضو هعمله وانزله لكم على القناه باذن الله. سلام. الفطير لما طلع شايفين الارتفاع بتاعه عامل ازاي ولونه الكركم مظبوط جدا. انا هبتدي اقطعه، ولازم اما اقطعه رفيع عشان يتحمص حلو ويبقى محمص حلو وما يبقاش طري من جوه ومحمص من بره. لو قعد فتره هتلاقيه يصوف او باظ مني، فلازم هقطعه رفيع. هنشوف مع بعض اهو. على قد ما هقدر احاول اقطع السمك ده حلو قوي اهو. وطبعا لما نيجي نحمص بنحطه في الفرن تبقى النار يعني 140 160 عشان ما يتحرقش مني ويستوي يعني يتحمص حلو. ونسيبه بقى براحته يعني مثلا ربع ساعة ولا حاجة، ونقلبه الناحية التانية. ولما يطلع بقى من الفرن باذن الله هوريكم طالع متحمص. انا على فكره حمصت صاج قبل كده وهوريكم النتيجه دلوقتي، بس هقطع اكمل بقيه الفطيره بتاعتي وهرصها في الصاج وهوريكم النتيجه. لما اتحمص طالع يعني محمص خالص ومقرمش وطعمه جميل جدا. كمان المحلب بيديله ريحه وطعم حلو، يعني يا ريت يعني ما نعمله نحط المحلب ده بيضيف له ريحه حلوه برضو. هبتدي هرصه بقى كده في الصاج اهو. هكمل بقى تقطيع واحده تانية واكمل الصاج واحطه في الفرن. هوريكم بقى النتيجه. انا زي ما قلت لكم عملت صاج حمصته ومطلعاه. ده اول صاج انا حطيته. شايفين سامعين صوت القرمشه بتاعته؟ بصوا سامعين وهو بيتكسر مقرمش ازاي. طبعا طعمه حلو جدا. لو حبيتي مثلا مع كوبايه شاي بلبن الصبح مع جبنه مع اي حاجه، يعني حاجه حلوه وانت عاملاها في البيت
ويا ريت تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، واشوفكم في فيديو القادم ان شاء الله.